انا كنت بحب واحد اسمه طلعت الشهير بطلعت سيكا توكسيكا. انا كنت بحبه جدا ولسه بحبه، يعني كنت بموت فيه لسه بموت فيه على فكره. بس كل الناس كانت بتحذرني منه وتقول لي ده من 60 توكسيك، لدرجه ان انا سيبنا بعض بدل المره 60 مره. بس الحمد لله في كل مره كنا بنرجع لبعض تاني. ايه الضرب اللي في وشك ده من طلعت؟ هي باينه. دي تفاهات. كنت محاطه بشله ناس كلهم بيكرهوا لي الخير. كل الناس اللي انا محاطه بيهم بيكرهوا لي انا وطلعت الخير. قصه حبنا بدات لما انا كنت في سنه اولى طب. طلعت كان صاحب السوبر ماركت اللي تحت بيتنا. في يوم نزلت اشتري كيس شيبسي بالشطه والليمون، فشفته وشافني وحبينا بعض. اشترط عليا ان انا اسيب الطب واسيب الكليه واسيب الدراسه خالص واقف معاه في السوبر ماركت. هو كان عايزني ابقى جنبه، بيحبني لانه ما يقدرش يستغنى عني. وكمان خلاني ابيع الشيبسي بالشطه والليمون بس علشان خاطر ده الحاجه اللي بتفكره باول يوم اتقابلنا فيه. علشانه سبت الكليه وسبت الطب وسبت كل حاجه، اتخليت عن طموحاتي واحلامي كلها علشان انا بحبه. لا علشان مهزقه. اهلي وصحابي وجيراني والكواكب وكل الناس ما وقفوش معايا وقالوا لي دي علاقه توكسيك انت لازم تسيبيه. اتصدمت وزعلت. انا في علاقه توكسيك؟ انتوا مش بتتمنوا لي الخير. بعد ما سبت الكليه فضلت اقدم في تنازلات وتضحيات واوراق وكمبيالات، وقطعت علاقتي بكل اصحابي واهلي وجيراني. ده انا ما بقيتش اسمع اغاني، انا بقيت بسد وداني علشان هو بيخاف على وداني جدا. مش عايزني اسمع صوت اي حد في الدنيا غير صوته هو. بيحبني. اصحابي والدنيا والكواكب قالوا لي دي علاقه توكسيك لازم تسيبيه. صدمت وزعلت. انا في علاقه توكسيك؟ هما اللي مش بيتمنوا لنا الخير. مع الوقت ما بقيتش اثق في نفسي، ما بقيتش بشوف نفسي حلوه، ما بقيتش بشوف نفسي ناجحه. ما انا سبت كل حاجه وقعدت جنبه في السوبر ماركت. حتى صحابي بعدوا عني، ما بقيتش الاقي حد احكي له وافضفض معاه. بس هو كان موجود. اي نعم ما كانش بيرضى يسمعني، كان شايف ان مشاكلي تافهه، وكان دايما يقول لي يا فاشله يا فشله يا اللي مالكيش قيمه يا اللي مشاكلك تافهه. بس انا عذرته بسبب مشاكله اللي في السوبر ماركت. اصحابي وعيلتي والدنيا والكواكب قالوا لي دي علاقه توكسيك لازم تسيبيه. اتصدمت وزعلت. انا في علاقه توكسيك؟ انتوا اللي مش بتتمنوا لنا الخير. فجاه جالي اعراض قلق وكآبه وتعاسه، شكلي بقى غريب، علامات الضرب بدأت تبان على وشي. يعني احيانا كان بيضربني، ما بقتش بسرح شعري، ما بقتش بهتم بنفسي، ما بقتش انا. بصراحه بقى كل ما يضربني بحس ان هو عنده حق. ده مش منظر واحده تتعاشر. شكلي بقى وحش وكئيبه. عنده حق. اصحابي والدنيا والكواكب قالوا لي دي علاقه توكسيك لازم تسيبيه. صدمت وزعلت. انا في علاقه توكسيك؟ انتوا اللي مش بتتمنوا لي الخير. دخلت على جروب اعترافات ناس في علاقات توكسيك وسالتهم هو العلاقه اللي انا فيها دي علاقه توكسيك؟ طردوني من الجروب وحولوني على جروب فانز شيرين عبد الوهاب. ما فهمتش. ولما دخلت جروب فانز شيرين عبد الوهاب شالوا اسم شيرين عبد الوهاب وحطوا اسمي. ما فهمتش. صدمت وزعلت. تقصدوا ايه؟ انا في علاقه توكسيك؟ انتوا اللي مش بتتمنوا لي الخير.